المشاكل النفسية واحدة من أكتر الحاجات اللي ممكن تعطل تقدمك في الدايت، ومش بس في الدايت، ده ممكن تعطل تقدمك في حياتك، زي الايموشنال ايتنج أو المعروف بالأكل العاطفي أو الايتنج ديس اوردرز أو الدبريشن بشكل عام، وزي الناس اللي ممكن تصحى تاكل وهي نايمة. ده مرض حقيقي وموجود، وأعرف ناس شخصيا بتعاني منه وليه علاج. وعشان دايما لازم تروح للشخص المتخصص في أي مجال، وعشان ما تروحش لحد يديك حلول من واقع خبرته ممكن ما تبقاش هي دي الحلول الفعالة معاك. النهاردة حلقة مع طبيب نفسي بجد هيجاوب عن كل الأسئلة دي. مش بس كده، دي واحدة من أشطر الدكاترة النفسيين في مصر، الدكتورة ملك دوس، اللي أنا كان ليا الشرف إني شخصيا رحت لها وساعدتني إن أخرج من فترة اكتئاب كانت شديدة جدا في حياتي. ومش عيب إنك تقول إنك كان عندك مشكلة نفسية ولا إنك اتعالجت منها، كلنا عندنا مشاكل نفسية to some extent، ما تتكسفش من ده أبدا. والنهاردة لو أنت بتعاني من depression أو emotional eating أو أي مشكلة نفسية مأثرة على حياتك، فالحلقة دي أنا عاملها مخصوص عشانك. رحنا مستشفى بهمن، واحدة من أقدم مستشفيات الطب النفسي في مصر، اتأسست سنة 1940، والشيء بالشيء يذكر، بهمن جد والدة الدكتورة ملك دوس اللي أنا اتكلمت عنها في الانترو، والعيادة بتاعتهم في المعادي. ومعانا الدكتورة ملك دوس يعني غنية عن التعريف. أول حاجة وأهم حاجة تواجه معظم الكلاينتس بتوعي إن الإيموشنال إيتنج أو الأكل العاطفي أو الستريس إيتنج، إن واحد يبقى مخنوق، عنده مشكلة عاطفية، عنده مشكلة في شغله، عنده مشكلة في أي حاجة، فيهرب من كل ده بالأكل. يبقى الأكل هو مهربه الوحيد. فعايزين نتكلم كده عن المشكلة دي وعن الحلول العملية الحقيقية ليه، تفصيلة المشكلة دي وإزاي نحلها ونتغلب عليها، عشان الواحد اللي بيبقى عايز يوصل لجول معين ما يبقاش دي الحاجة اللي بتعوقه. الايموشنال ايتنج ده حاجه بتحصل مع ناس كتيره قوي في اجزاء من حياتها، في اوقات من حياتها. فالايموشنال ايتنج ان البني ادم ياكل ان ريسبونس او كرد فعل لاحساس، وغالبا بيبقى احساس وحش. لما يحس ان هو مش كويس ياكل ويحس ان هو كده اوكي. بس المشكله في كده ان انت مش بتتعامل مع الاحساس الوحش بطريقه صح. يعني انت مثلا مكتئب زعلان، فمش بتتعامل معاه بالطريقه الصح، انت بتخمده وخلاص، وبتخمده بطريقه ان بعد كده هتحس باحساس الذنب عشان هتدخل، فهي بتبقى دايره مفروغه بتقعد تدخل فيها. فاحنا بنقول الواحد ياكل اما يكون جعان مش اما يكون متضايق. فاول لما تلاقي نفسك انت قاعد متضايق، اول حاجه قول لنفسك لا انا مش هاكل، هستنى ما ابقى كويس بعد كده هاكل. وفي طرق تانية الواحد يرفه عن نفسه لما يكون ستريسد. ممكن الواحد يلعب رياضه، ممكن الواحد يكلم حد، ممكن الواحد يخرج يعمل حاجه بيحبها. فيبقى رابط دايما لما هو يبقى مش كويس ان يعمل حاجه اسمها healthy coping mechanism، طريقه صحيه للتعامل مع الاحساس الوحش، مش طريقه غير صحيه زي الاكل. يعني ممكن ان الواحد يبقى ليه علاقه لطيفه مع صديق، مع حد من اهله بيحبه، يروح يتكلم معاه، يخرج معاه، يسافر، يعمل اي حاجه تهدي من الزعل اللي عنده او تبسطه شويه. يبقى ده بديل، يعني يبقى مهربه بدل ما يبقى الاكل يبقى شيء تاني، هو ده طريقه صحيه يكون بيبسطه. انما الاكل مش هتبقى طريقه صحيه، عشان الاكل هيبقى بياكل ومش جعان وبياكل بس، وهيتخن وهيبقى متضايق وهيبقى على طول بيلجأ للاكل، هيتعود على الطريقه الغير صحيه دي. فاول حاجه بنقولها ان انت لما تبقى حاسس ان انت مش كويس ما تاكلش، ابعد عن الاكل. تاني مشكله، وكلاينتس كتير بيجوا لي عندهم المشكله دي، وهي بتبقى ليها انواع كتير، فحضرتك هتشرحها ادق مني، الايتنج ديس اوردرز. فعايزين نتكلم عنها ونتكلم عن الحلول بتاعتها، وهل اللي بيعاني بواحده من الايتنج ديس اوردرز ينفع يعيش بيها ويحاول يتعامل معاها لوحده، ولا لازم يروح لمتخصص؟ طيب الايتنج ديس اوردرز مينلي هم انوركسيا وبوليميا وبنج ايتنج. فالانوركسيا بيبقى اما الواحد بياكل قليل قوي ويبقى وزنه قليل عن الطبيعي لسنه ولطوله، فبيبقى الوزن اقل. الحاجه الثانيه بيبقى على طول خايف من ان هو يتخن، على طول الخوف ده مسيطر على مخه او مخها ان هو تتخن تزيد في الوزن. الحاجه الثالثه بتبقى هي على طول او هو شايف نفسه اكنه تخين، حتى لو في بنات بتبقى رفيعه جدا، الناس اللي حواليهم شايفينهم رفيعين جدا لدرجه ان ممكن يكون شكلهم عيان من كتر ما هو رفيع، هم لسه شايفين نفسهم تخان. فزي التخن مسيطر على التفكير، ده الانوركسيا. تاني حاجه البوليميا. البوليميا هي ان حد بيعمل بنج ايتنج، والبنج ايتنج ان واحد بياكل حاجات كتيره، كميه كبيره في فتره صغيره، وبياكل كتير، وبيبقى عنده مفيش كنترول على الاكل. تاكل كتير والكنترول مش موجود، وبعد كده ممكن البني ادم يحس باحساس خجل او مضايقه. وكرد فعل بقى لكده الشخص بيحاول يخس او يرجع او يعمل رياضه زياده او ياخد ادويه تخسسه عشان يخس التخن. ده البوليميا. والبنج ايتنج زي ما قلنا اللي هو الاكل كميات كبيره في فتره صغيره، والاحساس ان هو اوت اوف كنترول، مش عارفه كنترول الاكل ده، والاحساس بعد كده الاحاسيس الوحشه بالخجل والمضايقه ان انا عملت كده. هل حد بيعاني من حاجه من دي ممكن
يتعامل معاها لوحده، ولا امتى يبقى قايل ان هو لا انا لازم اوقف حد هنا واروح لمتخصص؟ وهل المتخصص ده يبقى سايكايتريست ولا يبقى ايه بالظبط؟ اوكي، فطبعا يفضل ان لو حد عنده اي حاجه من الايتنج ديس اوردرز انه يروح للمتخصص بس عشان يحطه على الطريق الصح. عشان في ناس تانية يمكن كتير بتروح وبتعمل دايتس وبيبقى عندها انوركسيا ومش مفروض تعمل الدايت، فلازم طبعا يبقى مع متخصص ان يحط له حتى بروتوكول معين او نظام معين لو هو الموضوع مش كبير قوي عنده. لو كبير طبعا لازم يديله اهميه. هل من انواع البنج ايتنج ان الناس اللي إن في تعريف كده بس يمكن يبقى التعريف ضئيل شويه للبنج ايتنج، اللي هو الناس اللي بتلقط اكل او اللي هو كل ما هو ماشي ياكل حاجه بسيطه، هل ده نوع من انواع البنج ايتنج؟ اللي عمال بيلقط اكل اليوم كله عمال على بطاله وهو مش جعان وعمال يلقط اكل يبقى ممكن طبعا طيب من البنج ايتنج. طيب ده لو انا كواحد دايتيشن او واحد بدي دايت بلان للناس ولقيت كلاينت بيعاني من الحاجه دي، ايه الحلول اللي ممكن الجا لها معاه علشان اخليه يتغلب على حاجه زي كده؟ طيب طبعا ممكن في الحاله دي لما حد بيعمل بنج ايتنج بطريقه عنيفه فيبقى في حد متخصص يروح لحد متخصص يقدر يساعده في ده يبقى الافضل يعني. ده ممكن من الحاجات اللي حد يجي لحضرتك فيها. يعني يجي يتوجه لمستشفى بهمن او يجي يروح للعياده في المعادي يجي يبقى طيب اوكي. عايزين نتكلم عن العلاقه ما بين الدبريشن والابيتايت الاكتئاب والحاله النفسيه السيئه والشهيه. العلاقه ما بينهم ايه؟ العلاقه بين الدبريشن والابيتايت، الدبريشن الاكتئاب ممكن يزود الابيتايت او يقلل الابيتايت، ودي علاقه يعني موجوده حاجه في المخ، يعني علاقه بيولوجيه. في اماكن في المخ بتبقى مسؤوله عن الشبع او الجوع وفي نفس الوقت برضو بتبقى متلخبطه في حد عنده اكتئاب. فممكن في الاول يبقى البني ادم فاقد الشهيه لدرجه ان ما بياكلش خالص، لدرجه انه يخس بطريقه ملحوظه ويبقى فعلا مش قادر ياكل. فما الناس حواليه بيقولوا له انت مكتئب، طب كل هو ما فيش شهيه مش قادر ياكل فعلا. ومع كده كمان الادويه بتاعه الاكتئاب اول ما الواحد بيبتدي ياخدها ممكن في الاول تقلل الشهيه شويه بس بعد كده ممكن تفتح الشهيه. يعني الانتي سايكوتيك والانتي ديبريشن دراجز ممكن يبقى ليها تاثير على الشهيه؟ ممكن يا اما بالزياده يبقى شهيتك تتفتح اكتر يا اما شهيتك تقل. في الاول ممكن تقلل الشهيه بعد كده ممكن تفتح. طب هل ليها اي علاقه تانية الادويه اللي زي دي ان هي تزود او تقلل الوزن في حد ذاتها بدون ان الواحد يبقى شهيته اتفتحت او لا؟ ممكن في ميكانيزمات تانية ان ممكن ادويه تزود الوزن من غير ما تبقى بتفتح او الشهيه. يعني ليها فعلا علاقه. ممكن طيب حاجه تانية برضو الناس بتبقى مش عارفه ليه في شويه اكلات زي اهمهم واشهرهم الشوكولاتات بتخلينا حاسين بالسعاده، خلينا مبسوطين. فتلاقي حد كل شوكولاته حاسس ان هو تمام. فبالنسبه له في ناس بتيجي تقول لي في الدايت حط لي شوكولاته في اليوم، انا مودي ما بيتظبطش غير بشوكولاته مع القهوه الصبح. فتفسير ده ايه؟ طيب هي كل الحاجات دي تحت دراسات طبعا، بس في دراسات بتقول ان المكونات بتاعه الكاكاو الماده الاساسيه اللي في الشوكولاته بيبقى فيه مواد زي مثلا التريبتوفان اللي هو ممكن يبقى البريكورسور بتاع السيروتونين او اللي بيبني السيروتونين، والسيروتونين هو النيورو ترانسميتر الكيمستري هو اللي مسؤول عن المود. ممكن يبقى برضو في الكاكاو حاجه زي الكافيين حاجه زي الكافيين، ماده زي الكافيين، والكافيين بيعمل ستيميليشن للمخ، والستيميليشن ده برضو ممكن يخلي البني ادم مبسوط اكتر. وبرضو مع الشوكولاته ممكن يبقى فيه سكر، والسكر برضو بيعمل ستيميليشن للبليجر سيستم الدوبامين وبيخلي برضو البني ادم مبسوط. طيب يعني هل في حاجه ممكن الواحد لو هو خلاص اصبح ان هو ما بيحسش بانبساطه غير في الحاجه دي، في اي واي او اي طريقه يبدل مصادر الانبساط بتاعته من الشوكولات ومن القهوه ومن الحاجات اللي ممكن تبقى عادات عند بعض الناس؟ هو بيقول لي انا مش هقدر ابطل العاده دي. ازاي يشفت يخلي في حاجه تانية هي اللي تبسطه، هي اللي تديله الرضا ده وتستيميليت عنده الحاجات دي غير الاكلات اللي ممكن تبقى في وقت معين لازم انا كدايتيشن اوقفها له؟ فازاي اعمل ده؟ في حاجات كتير قوي منها الرياضه. الرياضه بتخلي البني ادم مبسوط. في الرياضه، في العلاقات الانسانيه، العلاقات الانسانيه والخروج وان الواحد يقعد مع الناس اللي بيحبهم، ده برضو بيزود بيخلي البني ادم مبسوط. في حاجات كتيره قوي صحيا البني ادم ممكن يعملها يبقى مبسوط. شغل واحد بيحبه شغله بيجي له انبساط من ان هو بيعمل حاجه كويسه. هوايات، رسم، سفر، حاجات كتيره جدا. واحد لازم يشوف هو بيحب يعمل ايه ويعمله، بس ما يعتمدش على حاجه واحده ان يتبسط منها. لازم حتى لو اي حاجه، حتى لو اعتمد على الشغل بس ان يتبسط منه ده مش صح.
بيبقى عنده حاجات متعدده بالظبط. تقدر ان هي تبقى بالظبط. بيلجأ لها في اي وقت هو محتاج يبقى. يعني باختصار الريورد سيستم او نظام المكافآت اللي في مخنا اللي بيدينا شعور بالانبساط مش شرط ان هو يرتبط بالسكريات او بالاكل او بايا كان. لازم ان احنا نبتدي نعوده على حاجات تانية او نروضه بمعنى اصح على حاجات تانية هي اللي تشغل عندنا الريورد سيستم علشان ما نلجأش لحاجه ممكن تضر صحتنا من اتجاه تاني او نعتمد عليها. يعني احنا معتمدين على الحاجه المعينه دي هي اللي بتستيميليت الريورد سيستم عندنا، فيبقى احنا اتعودنا عليها خلاص، فمش قادرين نتبسط من اي حاجه تانية. يعني ادمان المخدرات مثلا، البني ادم متعود على المخدر هو ده اللي بيبسطه، فمش عارف اي حاجه تانية تبسطه، في الاخر ما بيبسطوش اصلا، بياخدوا عشان يهدي من نفسه بس. بالظبط. عشان كده حتى بعيد عن موضوع المخدرات، حتى الكافيين الناس اللي بتاخد دوز عاليه من الكافيين تيجي بعد فتره الدوز دي مش بتاثر فيه، خلاص بتبقى ريسبتورز، طلع ريسبتورز جديده محتاجه كافيين اكتر، بيحتاج ان هو يا اما يوقف كافيين لفتره يا اما يعلي دوز الكافيين. طبعا يعلي اول دوز ما يوقف كافيين زي في رمضان بيبقى هيتجنن مشكله لحد ما يرجع الموضوع للنورمال السجاير بتاعه. نفس الحكايه برضه. بس النيكوتين والكافيين الاثنين ادكتيف يعني. بس احنا فيهم ادمان. دايت اند تشيت بقى مفيش حد عندنا بس بياخدوا كافيين كتير قبل التمرين. من العادات اللي معظم الرياضيين بيعتمدوا على الكافيين قبل التمرين، لانه من الحاجات اللي بتشتغل كبري ورك اوت تدي انرجي احسن في التمرين. والواحد ممكن يدمن الرياضه دي، حاجه تبقى كويسه، بس طبعا مش يدمن الادمان اي حاجه مش كويسه، بس يبقى معتمد قصدي على الرياضه تبقى ريورد ليه، تزود الريورد سيستم. بالظبط. ناس كتير على السوشيال ميديا وممكن ما يبقوش متخصصين زي حضرتك وبيتكلموا بقى عن الفروقات ما بين الدوبامين والسيروتونين، وده بيعلي وده بيزود وده بيقلل. عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الدوبامين والسيروتونين، او ايه اللي العلم وصل له حتى الان، وايه اللي ممكن يزود من ده ويزود من ده، وهل في حاجات مثبته بروفن كده ان فعلا بتزود الدوبامين او السيروتونين، وايه الاختلاف ما بينهم او ايه الفرق ما بينهم. طيب احنا عارفين ان كل النيوروكيمستري دي مسؤوله عن الانبساط او الريورد، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين 100%. يعني مفيش حاجه بتقول ان انا ممكن اروح اقيس الدوبامين قد ايه دلوقتي ولا السيروتونين قد ايه، بس احنا عارفين ان الدوبامين مسؤول عن الريورد سيستم، عن المكافاه، وعارفين ان السيروتونين مسؤول عن المود والانزايتي، وبالدليل على كده الادويه اللي بتشتغل على السيروتونين بتحسن المود، والادويه اللي بتشتغل على الدوبامين او بتقلل الدوبامين بتبقى مسؤوله في الريورد سيستم، بس احنا عارفين بالظبط ايه لا. فما ينفعش اي حد يقعد يتكلم على السيروتونين والدوبامين اكنه هو فاهم فيهم وهم خلاص قالوا ونزلوا يعني مش بنقدر نتكلم قوي كده، لازم يبقى حد متخصص، وبرضو احنا لحد دلوقتي مش واصلين 100%. يعني مش اي حاجه نقول اصل السبلمنت الفلاني بيزود الدوبامين والسبلمنت الفلاني بيزود السيروتونين. الحاجات دي بنسبه كبيره ممكن يبقى فيها حاجات مجرد ترويج لمنتج، لكن ما بقاش فيها شيء فعال. ممكن ما بقاش فيها شيء فعال، ده زي ما حضرتك بتقولي احنا ما وصلناش لحاجات حقيقيه. السبلمنتس ما اعرفش طبعا، بس انا اعرف عن الادويه اللي فيها دراسات زي الادويه بتاعه الاكتئاب الاساسيرايز بيبقى عليها دراسات ان بيبقى مستوى السيروتونين احسن، فبنبقى عارفين ان هي بتحسن بني ادم بالطريقه دي، فلازم تبقى ادويه وحصل عليها تجارب كتير عشان نبقى متاكدين من الحاجه الفلانيه. بس مش اي حاجه نقول سبلمنت ده على السيروتونين وده على الدوبامين، احنا ما نعرفش الاجابه ان احنا ما نعرفش. مظبوط. بس احنا عارفين ان الحاجات اللي بتبسط او بتعمل ريورد بتعلي الدوبامين، بس ايه بالظبط اللي بيحصل ما نقدرش نجزم 100%. طيب احنا بما اننا اتكلمنا عن الادويه اللي بتعلي السيروتونين، فمجموعه SSRI في بعض الناس بتلجأ لها كمضادات اكتئاب وفي اوقات معينه، بس هل ليها اعراض جانبيه تانية كمثلا زي الاعراض الجانبيه تعملها على السكشوال اكتيفيتي بتاع الواحد، وازاي الواحد ممكن يتجنب حاجه زي كده؟ لان في ناس كتير ممكن يبقوا كلاينتس معايا برضو وبيلجأوا ان هم في وقت من الاوقات ياخدوا حاجه انتي ديبريشن، فازاي يتجنب مشاكلها سواء حتى كمشاكل في حياته العاديه زي ما قلنا مثلا حاجه في السكشوال اكتيفيتي ومشاكلها التانية برضو زي ما قلنا الابيتايت والكلام ده، ازاي ممكن يتجنب الحاجات دي؟ كل مشاكل انتي ديبريشن لما حضرتك مثلا بتشوفيها اللي عادت عليكي ازاي الواحد يتجنبها او يقلل منها؟ طيب اللي اقدر اقوله اللي بياخد انتي ديبريسنس لازم يبقى مع طبيب نفساني، ده احسن حاجه عشان يبقى اولا لازم يبقى محتاج ان ياخده، مش اي حد ياخده خلاص، فالبني ادم اللي محتاج ياخده هيبقى بياخده ويبقى فيه سوبرفيجن من دكتور نفسي، ده اول حاجه، ما ينفعش حد ياخده خلاص كده. ولو عمل سايد افكتس برضو يرجع للدكتور والدكتور يقدر يساعده، فكل حد مختلف عن التاني، يعني كل السايد افكتس مختلفه، بس انت معاك حق ان ممكن تعمل اثار جانبيه جنسيه ممكن يعني بس ده يبقى بيتابع مع الدكتور ويشوف هيقدر يعمل ايه، بس ما يقدرش يبقى حد يقول له ولا صاحبه يقول له اعمل كده، يعني مش مستحب كده، يبقى ما ينفعش حد يدخل الصيدليه يحس انه عنده شويه اكتئاب. هي دي المشكله، مش ما ينفعش كده، لازم يبقى بيتابع مع الدكتور نفسي. طيب وبرضه على صعيد اخر على النقيض بقى
الناس اللي بتخاف يقول انا عايز اروح لثيرابيست، مش عايز اروح لسايكايتريست عشان ده بيدي ادويه وده مش بيدي ادويه، فانا مش عايز اخد دواء. هل برضو ده كلام مظبوط، ولا في احيانا اوقات لا انا لازم اروح ولازم اخد دواء؟ هل في المشكله دي لا ده فعلا الامن ان انا اروح لثيرابيست بس، ولا في حالات لازم اروح لدكتور يديني دواء معين ليه؟ طبعا في حالات لازم تروح لدكتور، ومش كل الدكاتره بيكتبوا ادويه على طول. في ناس كتير قوي بتجيلي مش محتاجه دواء بيعملوا ثيرابي بس، ده كتير، وفي دكاتره نفسيين كتير بيعملوا كده. فاحنا بنكتب الدواء اما البني ادم يبقى محتاج الدواء. يعني مثلا ما ينفعش يبقى بني ادم مش عايش حياته قاعد في السرير ويفكر في الانتحار وما ياخدش دواء وعايز يعمل ثيرابي بس. يعني في حالات لازم ياخد دواء فيه. بالعكس الدواء في الحالات دي هو اللي ممكن ينقذ حياته. والدواء يعني معظم الادويه النفسيه والادويه بتاعت الاكتئاب ادويه امنه، وبقى لها يعني في السوق كتير جدا، وعمل عليها تجارب كتير قوي ودراسات كتير، وهي امنه وبالعكس ما فيهاش مشكله يعني. بس طبعا تحت اشراف طبيب، طبعا لازم تحت اشراف طبيب زي اي دواء تاني. بالظبط. زي اللي عنده السكر، زي اللي عنده الضغط، القلب، لازم يبقى زياره السايكايتريست مش مخيفه، مش ثيرابيست بس يا جماعه. بالعكس الدكتور السايكايتريست هيقول لو الشخص ده محتاج ثيرابي بس او محتاج ثيرابي وادويه. طيب حاجه تانية، مشكله معظم الرياضيين اتكلموا فيها من الجانب الصحي، ولكن ما حدش اتكلم فيها من الجانب النفسي. مشكله الماستربيشن او العاده السريه. يعني بعيدا عن حرمانيتها او بعيدا عن اي جوانب تانية غير جانب الطب النفسي فقط، هل العاده السريه مشاكلها كايموشنال لو، او كان ان هي ممكن تخلي الواحد حاسس بانكزايتي بعديها ويبقى محبط ومتضايق وحاسس ان هو خجلان من نفسه؟ هل فعلا دي ممكن تاثر على حياه الواحد وممكن تعمل مشاكل؟ وراي حضرتك ايه في الموضوع ده من ناحيه من وجهه نظر حضرتك؟ طيب الكثير من الماستربيشن ممكن يؤدي ان الشخص مش قادر يعمل السكشوال اكتيفيتي بطريقه مظبوطه، ما يبقى متجوز بعد كده فهو متعود على الماستربيشن، فبالتالي بيبقى الموضوع الجنسي المظبوط مش كويس، وده ممكن يقلل ثقته في نفسه ويحس بقى بالخجل والحاجات دي كلها. ومشكله بقى في الماستربيشن لما بيبقى فيه ادمان للماستربيشن. الادمان اللي هو الشخص بيفكر في الموضوع ده طول الوقت، واخد كتير من تفكيره، ويسيب حاجاته في الحياه، حاجات مهمه في حياته عشان يروح يعمله، وفي الاخر بيعمله ويبقى خجلان بعديه، مش مثلا مبسوط وبيريحه، لا بيبقى يعني مرتبط باحاسيس وحشه كمان. فده بيبقى داخل في ادمان العاده السريه، وهي دي بتبقى المشكله. يعني المشكله الاكبر كمان من الموضوع ان هو ممكن ياثر على السكشوال بيرفورمانس بتاعه الطبيعي، ان هو الادمان بتاعه. بالظبط. طيب ايه الطرق الطرق الفعاله اللي ممكن واحد يبتدي يتجنب بيها الموضوع ده او يحد منها لحد ان هو يوصل لانه يبقى شخص طبيعي تاني؟ طيب يعني في الحاجات دي برضو كل شخص مختلف عن التاني، وهيحتاج يشوف دكتور نفساني برضو. الحاجات دي بتبقى يعني في اختلافات كتيره في بس يشوف دكتور نفساني لما توصل لحد الادمان. لحد الادمان. طيب حاجه تانية مهمه جدا برضو، ناس كتير جدا بتعاني من الموضوع ده، ازاي امبروف شكلي قدام نفسي، احسن شكلي قدام نفسي في المرايه. ناس كتير جاي لي انا حاسس ان انا تخين، حاسس ان انا مش واثق في نفسي، زي الناس بتقف قدام المرايه حاسس ان هو شايف واحد تخين، شايف واحد وحش. ازاي احسن شكلي قدام نفسي، وازاي احس استعيد ثقتي بنفسي من تاني، زي استمد ثقتي بنفسي من ذاتي مش من منظور الاخرين. لان ممكن اللي بيبص نفسه في المرايه ده الناس شايفاه طبيعي جدا، بس هو اللي شايف، هو الوحيد اللي شايف نفسه وحش. فازاي احسن من صورته قدام نفسي؟ طيب في ناس كتيره قوي الثقه بالنفس دي يعني رينج كبير، ففي ناس كتيره مش واثقه من نفسها قوي، وفي ناس واثقه من نفسها، وفي الثقه بالنفس قليله لدرجه ان توصل لحاجه مرضيه، ممكن توصل لانوركسيا، او ممكن يبقى حد عنده ديبريشن فما عندوش سيلف استيم. فبرضه الطبيب النفسي هيقدر يعرف لو ده الثقه بالنفس دي مرتبط بحاجه مرضيه، مرض نفسي ولا لا. بس عموما اما حد ما يعني ما بيبقاش عنده ثقه بنفسه بيبقى لازم يشوف الحاجات اللي كويسه فيه. كل بني ادم فيه حاجات كويسه وحاجات شاطره، هيعرف يركز على الحاجات وينميها. يعني الواحد يبتدي يشوف مثلا في نفسه موهبة أو حاجة معينة، يبتدي أو هو شاطر في الشغل، مش بس هو مثلا عايز يدخل كلية معينة عشان دي كلية قمة ولا فهو يدخل في حاجة هو بيحبها ويشتغل في حاجة هو بيحبها وعارف يأدي فيها عشان يقدر يلاقي نفسه فيها. من ضمن المواضيع المثارة أخيرا، الناس اللي بتتجنب أو مش بتتجنب، بتحاول تبعد عن أي حاجة روتينية مهما كانت، حتى لو كانت كليات قمة، ويبتدي يتبع شغفه ويروح لحاجة هو بيحبها. يبقى ده من ضمن الحاجات اللي فعلا مهمة، إن الواحد يعمل حاجة اللي بيحبها حتى لو مش هي دي اللي الناس شايفة إن هي فيها النجاح. أنا مثلا بابا عايزني أبقى مهندس، أبقى دكتور، أنا عايز أبقى حاجة تانية خالص.
عايز ابقى ادخل في مجال مثلا التصوير، الفتنس، اي مجال. هو ممكن وجهة نظر الغير ان هو شايفه انه لا، النجاح في انك تبقى دكتور، فممكن هو يتبع شغفه ده، يبقى هو ده الحل، يبقى هو ده الحاجه اللي تحسن فعلا من ثقته في نفسه وتبقى ده الدواء بتاعه. هو ما نقدرش نقول اجابه واحده وان سايز فيتس اول، كل مم. بني ادم مختلف. مم. فطبعا الواحد ان يشوف هو بيحب ايه ويقدر يأدي في ايه، دي احسن حاجه. وده كل الدنيا متجهه لكده دلوقتي. احنا من 30 سنه كان كل الناس عايزه تدخل طب وهندسه، دلوقتي في مجالات كتيره جدا ممكن الواحد يبقى ناجح في مجالات كتير. فبنشجع المنظور ده، بس كل بني ادم مختلف. وبرضه بنقول للشباب ان تاخد كلام برضه اهلك وتسمع لهم وتشوف في الاخر انت عايز توصل لايه، مش بس هم كلامهم غلط وانا كلامي صح، لا، اسمع شوف هم بيقولوا ايه، رايهم ايه، وشوف انت عايز ايه ووزنها. أهمية بقى الرياضة والجيم، وحضرتك ممكن تكوني توصفي لحد إنه لأ أنت العب مثلا رياضة أو حسن من شكل جسمك علشان يحسن من السيلف ستيم بتاعه. أنا بوصف لكل حد الرياضة مفيش حد مش بقول له على الرياضة. يعني الموضوع فعلا بروفن إن هو بيحسن ويساهم بشكل كبير من تحسين صحتك النفسية. طبعا في دراسات كتير قوي على الرياضة. الكيتوجينيك دايت، ناس كتير بتتكلم ان هو ممكن يبقى علاج لمشاكل كتير نفسيه، وان مجرد ما بتقطع كربوهيدرات يحصل لك منتال كلاريتي وبتبقى مركز اكتر وبتبقى نفسيتك احسن، وكأن الكربوهيدرات دي رعب او بعبع. هل الكلام ده بروفن؟ هل اي حد ممكن يطلع يقول يجزم ان الكيتوجينيك دايت هو علاج لبعض من المشاكل؟ لا، ما نقدرش نجزم 100% في اي حاجه يعني. الحاجات دي كلها تحت دراسات وما نقدرش نجزم. بس احنا عامه بنقول لاي حد what works for you كمله، حاجه نفعت معاك خلاص كمله. يعني في ثيوريز بتقول كده وفي ثيوريز بتقول كده، بس لو حاجه نفعت معاك خلاص اعملها. بس مش هو ده علاج العلاج النفسي يعني. في اوقات كتير قوي البني ادم بيبقى محتاج دواء، ومش بس محتاج انه يغير الدايت بتاعه. بس تغيير الدايت ممكن يساعد بس مفيش حاجه مثبته 100% نقدر نقولها يعني. طيب يعني الكيتوجينيك دايت من موضوع الكلام والنظريات اللي طلعت عليه دي مش بروفن لحد الان. مش بروفن، بس ممكن تنفع مع ناس. فلو نفعت مع ناس خلاص، ده حاجه نفعت معاك، حاجه اما اكلتها حسيت ان انت احسن ومركز احسن وحسيت ان انت مودك احسن، خلاص اعملها. هو مش بيتكلموا لما اكلتها، بيتكلموا لما قطعتها. اما قطعتها قطع كربوهيدرات. طب ممكن ده ليه تاثير مثلا زي بلاسيبو افكت؟ ممكن بلاسيبو، ممكن بيولوجيكال، حاجه احنا مش عارفينها 100% لحد دلوقتي. ممكن وممكن، بس مش هنقدر نجزم 100% يعني. ما اقدرش حد يجي العياده واقول له لازم تاكل ده، ما هتاكل ده هتبقى كويس، مش هقدر. مفيش حاجه اسمها. طيب انا مبسوط جدا من اللقاء ده، ومش اول ولا اخر لقاء بيني وبين حضرتك يا دكتور. يعني لو حضرتك عايز تقولي اي حاجه. لا خالص، الرياضه بس اهم حاجه، هو ده اللي اقدر اقوله. ماشي، ميرسي جدا يا دكتور، اتبسطت باللقاء ده جدا. شكرا.